أنا اليوم قررت أكون مثقف، أروح أستفيد لي معلومة، فسمعت إنه في برنامج على هذه القناة الألمانية. البرنامج اسمه جعفر توك. لا مش هذا، أيوه هذا. طبعا البرنامج هذا مهمته الأساسية تشويه الإسلام والمسلمين ونشر الفاحشة والرذيلة في المجتمعات والتساهل في الأمور هذه. فهذا البرنامج استضاف مثقفة من المثقفات اللي عندنا، نروح نشوف. والآن مع القنبلة. هننفجر ولا ايه؟ لا يا عمي مش تنفجرش، مش تنفجرش. هذه ايوه تنفجر لكن من مكان ثاني، تنفجر علم وثقافة. شوف، ممكن انه استبدال اضحيتها بالورد الشوكولا بحيث انه ما نذبحش اي كائن اخر يعني. واو. هذه تقول لك تشتي تغير الأضحية. الأضحية ألا وهو الكبش الكباشي الضلي. تشتي تغير، بدل ما تذبح كباشي اذبح لك ورد وشوكولا. لحظة لأنه ما أقدرش أعمل وأنا لابس النظارة. تشتي تغير شعيرة الله، تغير دين الله، أمر الله إلى ورد وشوكولا. تخيل الأضحية هذه اللي هي تكون مقسمة إلى 3 أقسام: ثلث لأهل بيتك، وثلث تهداها لمن تحب، والثلث الثالث تصدق بها. تخيل هذه كل المنافع تشتي تغيره وتبدله ورد وشوكولا. واصلي المسير. ليش اخترت اكون نباتية؟ ايوه قولي لنا كيف اخترتي تكوني نباتية، قولي يلا. اختي الصغيرة ربت واحد خروف وكذا، بس في النهاية عرفت انهم بيروحوا يذبحوه. زرت بعدهم وهي تبكي. احنا تعقدنا من ذيك المواقف اللي حدثت واحنا صغار، من لما بدأنا ندرك اللحم من فين يجي اصلا. واو. وحقه اكرقعي. شعب بين الحروب 10 سنوات ما حصلش مو يأكل. ماذا يأكل؟ ما حصلش اليم. وانتي وليكي تدوري انك تكوني نباتية. وصلت لمرحلة الإشباع من اللحم، تكرهك اللحم واللحوم والأضاحي والخرفان والجمال، واخترتي تكوني نباتية. أيا صدقيني لو تحصلي عردان لا تلحقي بعده وتقرضوا على الريق. صارت تكون نباتية لأن أخته وهي صغيرة تبكي. موضوع قبل أختك هذه ما كنكوش دارين وين ولي الكبش هذا لما يذبحوه في عيد الأضحى، مو هي خاتمته. ما انت عارف إلا لما جاء أختي عرفنا من أين يجي اللحم. قبل ما نعرف. في حاجة ثانية تتحفينا؟ شوفها إنسانات لها أرواح ومحكات.